السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ هناخد مع بعض النهارده البلاد فيزلز. تمام، يعني ايه البلاد فيزلز؟ بلاد يعني دم، فيزلز يعني اوعيه. فلما اقول لك بلاد فيزلز معناها اوعيه دمويه. طيب البلاد فيزلز او الاوعيه الدمويه دي تشمل ايه؟ تشمل الارتري، تشمل الفين، تشمل الكابيلاري، تشمل الساينوسويد. برضو يعني ايه؟ لما اقول لك بلاد فيزلز اللي هي الاوعيه الدمويه هقول لك الارتري معناها ايه؟ ارتري اللي هو شريان. اما فين معناها ايه؟ معناها وريد. طيب نفتكر ازاي ان فين هو الوريد؟ عارف الجيميل بتاعك، اكونت الجيميل بتاعك بيقول لك انبوكس او البريد الوارد. ليه مسمينه الوارد؟ عشان الرساله دي جايه لك انت. فبالتالي لما اقول لك فين وريد يبقى هو جاي للقلب. تمام، هنعرف دلوقتي الكي ووردز او الكلمات المفتاحيه اللي هنحفظها عشان تسهل لنا الشابتر بتاع النهارده. اما الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدمويه. تمام، عندنا الساينوسويد برضه هو نوع من الشعيرات الدمويه ولكن بيكون فينستريتد او مخرم. تمام، هنعرف ده كله دلوقتي مع بعض. اول الكي وورد اللي احنا هنحفظها عشان تسهل علينا الشابتر، لما اقول لك ارتري يبقى طالع من القلب، اما فين يبقى جاي للقلب. افتكر فين اللي هو وريد يبقى جاي للقلب، اما الشريان طالع من القلب. الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدمويه. يبقى السلايد دي كلها عايزين نعرف منها ايه؟ ان البلاد فيزلز بتشمل ايه؟ اللي هي الاوعيه الدمويه، تشمل الارتري، تشمل الفين، تشمل الكابيلاريز، تشمل الساينوسويد. تمام، الارتري اللي هو الشريان، الفين اللي هو الوريد، الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدمويه، الساينوسويد نوع من الشعيرات الدمويه. احنا بنراجع كل سلايد مع بعض عشان ايه؟ مش عايزين نبذل مجهود قوي، يعني عايزك تطلع من المحاضره فاهم وحافظ كل حاجه برضه. طيب الكلمات المفتاحيه، لما اقول لك ارتري اعرف ان هو طالع من القلب، لما اقول لك فين اللي هو وريد يبقى جاي للقلب. تمام. طيب تعريف او الديفينيشن بتاع الارتري او الشريان ايه؟ بيقول لك elastic blood vessel. تمام، ثانيه واحده. بيقول لك elastic دي معناها ايه؟ معناها ان هو مرن. تمام، اما اقول لك elastic معناها ان هو مرن. معناها ايه برضو ان هو مرن؟ يعني بيتمدد بسهوله وبينكمش بسهوله، فعشان كده اسمه elastic. عشان في جدار الاوعيه الدمويه اللي هو الشريان بيكون في ماده اسمها الاستين او الاستين بتديله خاصيه المرونه دي. تمام، فلما اقول لك حاجه بتتميز بالهاي الاستيستي يعني مرونه عاليه، البلاد فيزلز which characterized by يعني بيتوصف ب high elasticity يعني مرونه عاليه، هتقول لي اللي هو الارتري. تمام. طيب بيقول لك elastic blood vessel يعني وعاء دموي مرن carries blood away from the heart. خلي بالك بيقول لك away from the heart يعني من الاخر طالع من القلب. فاهمني؟ يعني الشريان طالع من القلب وبيحمل الدم بعيدا عن القلب. تمام، يعني الباقي باقي انسجه الجسم يعني. لكن لما اقول لك carries blood towards the heart يعني جاي للقلب او في اتجاه القلب، يبقى هو ده الوريد الفين. هنشوف كل حاجه مع بعض دلوقتي. تمام، يبقى احنا عرفنا ان الارتري هو elastic blood vessel carries blood away from the heart. تمام، away from the heart خلي بالك حرف الاي يكون artery. تمام، حرف الاي away from the heart يبقى هو artery. لكن انت فاهم يعني، انت مش عايزك تبصمك، فاهم؟ طيب لكن لما اقول لك بقى المعلومه اللي بعدها بيقول لك arteries اللي هي الشرايين branch into small vessels. branch اللي هو بتتفرع لايه؟ لشرايين اصغر منها، فالشرايين دي اسمها ايه؟ arterioles. تمام، يبقى الشريان اللي هو الكبير هنسميه ايه؟ artery، اما تتفرع لشرايين صغيره هنسميها arterioles. ده تصغير شريان. في الام سي كيو لما يقول لك smallest artery او small arteries اللي هي الشرايين الصغيره فهتختار ايه؟ arterioles. تمام. طيب عندنا كلمة arterial anastomosis. arterial anastomosis أنا دايما بشبهها بالإيه؟ بالطريق الجانبي البديل. الطريق الجانبي البديل بيقول لك إيه؟ لا نفهمها الأول قبل ما نقرأ. طيب لو عندنا مثلا الشريان ده، تمام؟ عندنا الشريان ده شريان، وليكن مثلا الدم ماشي أهو، الدم ماشي كده. تمام، وليكن مثلا الدم ماشي في الاتجاه ده مثلا. تمام، رايح يغذي هنا تيشو او نسيج ايا كانت بقى، سواء كان عضله او ايا كانت. فالدم ماشي كده عشان يغذي التيشو ده. لو حصل ثرومبس او جلطه، لو حصل جلطه في الحته دي، تمام، لو حصل جلطه في الحته دي كده، فالدم هيجي يمشي يلاقي الجلطه دي سد الوعاء الدموي ده، فبالتالي الدم مش هيوصل، بالتالي الدم مش هيعرف يوصل للتيشو ده، فبالتالي التيشو ده هيموت، يحصل له انفاركشن.
تمام، او نيكروزيس. نيكروزيس اللي هو ديث للسيلز، الخلايا بتاعته بتموت كمان. تمام، بسبب ايه؟ بسبب الجلطه اللي سدت الوعاء الدموي ده. ايه بقى هو كلمه انستموزيس؟ انستموزيس بيقول لك، انا شبهتها لك بايه؟ بالطريق الجانبي البديل. تمام، فلما اجي اقول لك كده ان مثلا عندنا، مثلا لو جبنا هنا في الحته دي، لو جينا في الحته دي وعملنا طريق جانبي بديل كده بالشكل ده، شايف الدم بدل ما هو كان هيمشي كده والجلطه دي سدت الوعاء الدموي ومش عارف يوصل للتشو، بص 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 الدم، بص الدم، اوف، كده 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 هيوصل للتشو. فهمت قصدي؟ طريق جانبي بديل بيخلي الدم بدل ما هو مش عارف يوصل للتشو او في حاجه سدته، في طريق جانبي بديل عندنا كده بيخلي الدم يوصل للتيشو. تمام، فانستموزس افتكر دايما الطريق الجانبي البديل. وفي يعني ده مش بتكون الحاله دي، بتكون الحاله المشهوره للانستموزس، لكن في بعض الحالات هتاخدها مثلا في سنه ثالثه او رابعه تقريبا، هتلاقي بيحصل انستموزس او اتحاد للشرايين مع بعضها عشان يقووا التغذيه الدمويه. تمام، لكن الديفينيشن اللي عندك بيقول لك، تعالوا نشوف بقى مع بعض دلوقتي. احنا كده فهمنا معنى arterial anastomosis، نقرأ بقى. تمام، بيقول لك is connection between many arteries. تمام، يعني اتحاد between many arteries، يعني ما بين شرايين كتيرة. to maintain arterial supply if the main artery is، خلي بالك في كلمة هنا ناقصة، ضيف هنا كلمة blocked. تمام، ثانية واحدة. if the main artery is blocked. تمام، بلوكد يعني حصل فيه انسداد. لما اقول لك بلوكد او اوبستراكتد او اوكلودد، اوكلوجن او اوبستراكشن او بلوك او الكلام ده كله معناها انسداد للوعاء الدموي ده. تمام، تمام كده. يبقى احنا عرفنا arterial anastomosis is connection between many arteries to maintain blood supply، يعني عشان تحافظ على التغذية الدموية للتيشو ده ويخليه عايش وما يموتش. تمام، طيب عرفنا كده وفهمنا يعني ايه arterial anastomosis. عندنا بقى اهو، بص انا حتى كاتب لك بالعربي عشان تسهل عليك برضو، كاتب لك ان الانستموزس عامل زي الايه، زي الطريق الجانبي البديل. تمام، بتخرم كده من طريق تاني لو لقيت الطريق ايه في كمين او سادد عليك يعني. طيب عندنا نوع تاني من الارتريز اسمه اند ارتريز. اند معناها ايه؟ معناها النهايه. النهايه يعني انت خلاص ايه، الله يرحمك. تمام، اند ارتريز معناها للشريان ده، يعني arteries that have no anastomosis. نو انستموزس يعني ملهاش طريق جانبي بديل، يعني لو اتسد الطريق خلاص كده اند، يعني ده الجيم اوفر، كده جيم اوفر خلاص. ايوه بالظبط، بيقول لك اهو ماشيه في طريق واحد لو اتسدد خلاص كده. يعني احنا بدل ما كان عندنا ارتيريا انستموزس، هنا ما فيش انستموزس. يعني من الاخر لو عندنا هنا الشريان الدم ماشي كده 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 كده، في هنا جلطه سدت، هنا جلطه سدت. تمام، الدم مش هيعرف يوصل للتيشو فيحصل له انفاركشن او نيكروزيس. بالظبط، انت كده فهمت معنى انستموزيس والعكس بتاعها اللي هو اند ارتريز يعني. تمام، انستموزيس في طريق جانبي بديل يوصل الدم، اما الاند ارتريز اند دي النهايه، ده الجيم اوفر، اتسدد خلاص كده. تمام، بقول لك اهو if end artery occluded يعني ايه؟ يعني اتسد يعني. tissues supplied by it يعني الانسجه اللي بتغذيها by it اوكي would suffer infarction اللي هو death of tissue، يعني النسيج ده هيموت من الاخر يعني. طيب بيقول لك عندنا ايه example او مثال للاند ارتري ده اللي هو central retinal artery. خلي بالك ريتينال دي عندنا حاجه في العين اسمها الريتنا، دي بتستقبل الضوء ومسؤوله عن اللي انت تشوف اصلا. فاهم قصدي؟ بيسموها الايه، بيسموها الشبكيه. تمام، بالعربي اسمها الشبكيه. فعندنا كده معناها ايه، فهمنا ايه برضو لما قلنا ان السنترال ريتينال ارتري ده هو عباره عن اند ارتري. المعلومه دي بيجيبوها كتير جدا جدا في الام اس كيو. معناها اللي انا اقول لك ان لو حصل اوكلوجن في السنترال ريتينال ارتري، هو مسؤول عن اللي انت تشوف. ايه اللي هيحصل لو حصل اوكلوجن او اتسد الشريان ده؟ بلايندنس. بالظبط بالظبط، بلايندنس يعني ايه؟ يعني انت العمى مش هيشوف. يبقى سنترال ريتينال ارتري لما يجي لك في الام اس كيو example of end artery هتقول لي ايه؟ اللي هو السنترال ريتينال ارتري. طيب if central retinal artery occluded او حصل له obstruction او حصل له بلوك، حصل له بلوكج جواه، طيب ايه اللي هيحصل؟ بلايندنس. برافو عليكم. فاحنا عايزين كده، هقول لك برضو عشان انا عارف ان المعلومه دي بتتكرر
في الام اس كيو هقول لك اللي هو if occluded اللي هيحصل blindness. تمام. if occluded بيعمل ايه؟ blindness. تمام. طيب عايزين نتعرف مع بعض النهارده بقى او دلوقتي على نقط مهمه جدا للام اس كيو. تمام. دلوقتي هكتب لك الكي وورد او الكلمه المفتاحيه عشان في الام اس كيو تعرف تختار على طول، وهفهمها لك برضو. تمام. يعني هتفهمها برضو باذن الله. تمام. لما اقول لك which blood vessel، احنا عرفنا blood vessel يعني وعاء دموي بيشمل الارتري، بيشمل الفين، بيشمل الكابيلاري، بيشمل الساينوسويدز اللي هناخدها برضو. فاحنا بقى لما اقول لك بقى في الام اس كيو which blood vessel characterized by high elasticity يعني عنده مرونه عاليه. اتفقنا مرونه يعني ايه؟ في ماده مثلا الاليستين فبيخلي الماده المسؤوله عن المرونه فبنخليه يتمدد بسهوله وينكمش بسهوله. فلما اقول لك هاي الاستيستي افتكر الارتري ان هو ده الشريان. تمام. يبقى البلاد فيزل لما اقول لك هاي الاستيستي المرونه عاليه ده الارتري اللي هو الشريان. لكن لما اقول لك هاي بريفرال ريزيستنس اللي هي المقاومه. تمام. لما اقول لك هاي بريفرال ريزيستنس يعني مقاومه طرفيه عاليه. ده ايه اللي بيتميز بكده؟ which blood vessel الارتريولز اللي هي الشرايين الصغيره. خلي بالك عايز اقول لك حاجه، لما يكون ده الشريان ده الديامتر او القطر بتاعه اكيد الدم مش هيعاني صعوبه او مش هيعاني مقاومه، هتكون المقاومه صغيره عشان الدم يجري فيه. لكن لما اقول لك شريان ده الديامتر بتاعه بص صغير ازاي، مزنوق، الدم فاهم هاي ريزيستنس. انتوا اصلا خدتوها تقريبا في الفيزيكس يعني، او خدتوها في الفيزياء برضو ان المقاومه بتتناسب عكسيا مع الايه؟ مع القطر. طيب يبقى هاي بريفر ريزيستنس هي الارتريولز عشان هي بتبقى السمك بتاعها صغير يعني القطر بتاعها صغير. طيب يبقى عرفنا لحد دلوقتي حاجتين، هاي which blood vessel characterized by high elasticity مرونه عاليه ده الارتري، which blood vessel characterized by high peripheral resistance مقاومه عاليه هي الارتريولز اللي هي الشرايين الصغيره. تمام. exchange of gases لما اقول لك ايه المسؤوله الفانكشن المين فانكشن الوظيفه الرئيسيه بتاعتها exchange of gases and nutrients يعني تبادل الغازات وتبادل العناصر الغذائيه هي الكابيلاريز اللي هي الايه؟ الشعيرات الدمويه. طيب لما اقول لك which blood vessel called او بيسمى بايه؟ blood reservoir يعني بيخزن الدم. تمام. يعني هو الدم بيتخزن فيه. تمام. بتحمل كميه كبيره من الدم. طيب اللي هي الفينز. تمام. يبقى اقول لك blood reservoir اللي هي الفينز. تاني هاي الاستيستي ايه؟ الارتري. هاي بريفرال ريزيستنس مقاومه عاليه يبقى اكيد حاجه صغيره اللي هي الارتريولز. اكستشينج اوف اللي هو المين فانكشن بتاعها اكستشينج اوف جازز اند نيوترينتس تبادل الغازات والعناصر الغذائيه الكابيلاريز. تمام. اللي هي الشعيرات الدمويه. خلي بالك احنا بنحاول برضو نقول حاجات بالعربي عشان ايه؟ عشان تكون معايا في الصوره وعشان نفهم كل حاجه. تمام. وبعدين هنتقدم في المستوى واحده واحده مع بعض، هنتقدم في الليفل هتلاقي الدنيا بقت ابسط بكتير يعني. لما اقول لك بلاد ريزرفوار اللي هي الفينز. تمام. لما اقول لك which blood vessel characterized by high pressure so thick wall. high pressure ما طبيعي ان الارتري او الشريان يكون فيه السمك بتاع الجدار بتاعه thick. ليه؟ عشان يتحمل الضغط ويتحمل كمية الدم اللي فيه. خلي بالك عندك الشريان الاورطي اللي هو اللي بيسموه الاورطة ده مش بيطلع من الليفت فنتريكل او البطين الايسر عشان يضخ الدم من القلب لباقي انسجة الجسم. فلازم عشان يستحمل الضخة العالية دي يكون فيه هاي بريشر، يستحمل الهاي بريشر الضغط العالي اللي فيه ده لازم يكون ثيك وول يعني الجدار بتاع الوعاء الدموي ثيك عشان ما يحصلوش تير مثلا. تمام. في الوعاء الدموي. طيب هاي بريشر سو ثيك وول. تمام. يعني تخين سمك الجدار تخين اللي هو الارتري. تمام. لو بريشر العكس بقى انت فهمت، لو بريشر سو ثين وول اللي هو الفين. طيب عندنا في حاجه اسمها فينا كوميتنس. الفينا كوميتنس دي بيقول لك اللي هي الفينز اللي اكمباني الارتري يعني الاورده المصاحبه للشرايين. طيب ليه اصلا في بعض الاورده اللي هي الفينا كوميتنس بتصاحب الشرايين؟ عشان
الارتري بيكون فيه البلس عالي، تمام، يكون فيه النبض بتاعه عالي، فبيستفيدوا من بيصاحبوا الارتري، بيكونوا جنبه كده عشان يستفيدوا من النبضه دي كمان، تمام، اللي هو بيعملها الارتري. فلما اقول لك فينا كوميتنس اللي هي الفينز الاكامباني الارتري، يعني الاورده اللي بتصاحب الشرايين وبتكون جنبها، تمام. طيب عرفنا يعني ان السمولست ارتريز اللي هي الشرايين الصغيره قوي دي هنسميها ارتريولز، والسمولست فينز هنسميها فينيولز، تمام. يبقى الارتري والفينز دول الكبار، التصغير بتاعهم ارتريولز وفينيولز، تمام. ركزوا جدا عشان الكويز اللي في اخر المحاضره يا جماعه. الام اس كيو نوتس دي او الكي ووردز او الكلمات المفتاحيه هتفيدك جدا في الام اس كيو وانت بتحل، وهتشوف كده باذن الله. لما اقول لك which blood vessels characterized by high elasticity هنقول اللي هو الارتري، high peripheral resistance arterioles، exchange of gases and nutrients اللي هي الكابيلاريز او الشعيرات الدمويه، البلاد ريزرفوار زي المخزن كده veins، high pressure so thick wall اللي هو الارتري، low pressure so thin wall اللي هو الفين. لما اقول لك فينا كوميتنس اللي هي الفينز الاكمباني الارتريز بتصاحب الارتريز، تمام. اما اقول لك السمولست ارتريز اللي هي الارتريولز، لما اقول لك السمولست فينز اللي هي الفينيولز، تمام. طيب احنا كده عرفنا كل ما يخص الارتري، عايزين بقى الفينز. قلت لك ان الارتري طالع من القلب، اما الفين اللي هو الوريد يبقى اكيد ايه جاي للقلب، تمام. بيقول لك carry blood towards the heart. خلي بالك في الارتري لما كنت بقول لك carries blood away from the heart يعني بعيدا عن الهارت القلب، لكن هنا towards the heart لانه جاي للقلب، تمام. طيب خلي بالك بقى في حاجة مميزة جدا كاركترايزد بيها الفينز اللي هو have valves. valves دي اللي هي صمامات، تمام. خلي بالك بيقول لك هنا veins have valves like veins of lower limb. lower limb اللي هو الطرف السفلي، رجلك مثلا to help flow of blood in one direction، عايزين اتجاه الدم دوت في اتجاه واحد. طيب عندنا مثلا لو نعتبر ان دي رجل مثلا، احنا قلنا ان الفينز بتخلي بتنقل الدم في اتجاه القلب، فهي مثلا في رجلك اكيد هتطلع كده عشان تروح للقلب، عايزين الدم ينتقل من الرجل مثلا يروح للقلب، تمام. فهي مثلا في حاجه اسمها الجرافيتي اللي هو تاثير الجاذبيه. بحكم الجاذبيه الدم وهو طالع كده الجاذبيه هتخليه ينزل تاني، فخلي بالك في زي صمامات في الحته دي او فالفز بتقفل وتفتح، اول ما الدم يعديها كده هتلاقيها دي قفلت. طيب عشان يخلي الفلو اوف بلاد ان وان دايركشن على حسب الاتجاه، تمام. فهمتوا قصدي؟ طيب لما اقول لك which blood vessel characterized by اللي هو have valves، تمام، يعني عنده صمامات، يبقى تقول لي الفينز، تمام. طيب عندنا كذا طريقه عشان نعمل كونكشن او اتحاد ما بين الارتري والفينز الشرايين والاورده. عندنا الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدمويه، عندنا الاي في انستموزيس يعني الشريان والوريد بيتحدوا برضو مع بعض، عندنا الساينوسويدز وده نوع من الاوعيه الدمويه هاز بورز اللي هي اخرام كده، عشان هنشوف دلوقتي وظيفتها بالظبط. عندنا هنا الكابيلاريز، شايفين الكابيلاريز او الشعيرات الدمويه، بيكون هنا مثلا الارتري بيقول لك هنا اللي هو فروم هارت، ايوه ما هو فعلا الشريان طالع من القلب. عندنا دوت اللي هو الارتري، ده الارتري. عندنا هنا شوف اتفرع لايه، لسمولست ارتريز لشرايين صغيره اللي هي الارتريولز، بص اتفرع لكذا ارتريولز. عندنا هنا في حصل الكابيلاريز اتحاد ما بين ايه، ما بين الارتريولز اللي هي الشرايين الصغيره وما بين الفينيولز اللي هي دي كلها فينيولز اللي هي الاورده الصغيره. الفينيولز بتتجمع مع بعض عشان تكون لك الفينز اللي هو الوريد، وبعدين بص الفين بقى بيقول لك اللي هو تو هارت، تمام، بيروح للقلب تاني. طيب دوت عشان ايه الكابيلاريز الوظيفه او المين فانكشن بتاعها exchange of gases exchange of nutrients اللي هو تبادل الغازات وتبادل العناصر الغذائيه، تمام. طيب بيقول لك اللي هو capillary network او شبكه between arterioles and venules. خلي بالك بقى characterized by ايه، have very thin wall. ليه يعني خلي بالك انا قلت لك ايه which blood vessel characterized by thick wall and high pressure الارتري عشان يتحمل الضغط دوت بقى very thin wall. سوري ثانيه واحده. very thin wall to allow exchange of gas and fluid between blood and tissues اللي هي الوظيفه اللي احنا قلنا عليها، تمام. important note عندنا ملحوظه مهمه جدا، خلي بالك بيقول لك الكابيلاريز او الاوعيه الدمويه are absent in ايه، يعني
فين في الجسم مفيش اوعيه دمويه؟ تمام، مفيش اوعيه دمويه او مفيش كابيلاريز اللي هي الشعيرات الدمويه. 3 اماكن، 2 بحرف السي وواحده بحرف الاي، يعني سي سي اي، اللي هي الكارتليج والكورنيا والابيديرمس، اللي هم ايه برضو دول ما فيهمش اوعيه دمويه او ما فيهمش شعيرات دمويه. تمام، اللي هي كارتليج اللي هي الغضاريف. تمام، عندنا الكورنيا اللي هي قرنيه العين، كورنيا اللي هي قرنيه العين. تمام، وعندنا هنا الابيديرمز اللي هي الطبقه العليا من الجلد. تمام، ايبي يعني فوق، ديرمس اللي هو السكين او الجلد، فدي الطبقه العليا من الجلد. خدناها في السكين الابيديرمس والديرمس والهايبوديرمس والحاجات دي خدناها مع بعض يعني. يبقى اما اقول لك كابيلاريز ار ابسنت ان ايه، مفيش كابيلاريز في انهي 3 حتت في الجسم؟ الكارتليج والكورنيا والابيديرمس. تمام. عايزين بقى نعرف الساينوسويدز اللي قلت لك ان هو نوع من اكيد هو نوع من الاوعيه الدمويه شبه الشعيرات الدمويه ولكن فينستريتد. خلي بالك هوريك بقى الكاركترايزد باي ايه. بص، اللي هو وايد، واخد مساحه واسع، والريجولار. الريجولار يعني غير منتظم. تمام، لما اقول لك ساينوسويدز خلي بالك وايد والريجولار وفينستريتد. فينستريتد يعني فيه بورز. تمام، بورز يعني ايه؟ بورز يا جماعه اللي هي اخرام. خلي بالك لما اقول لك حاجه انها فينستريتد معناها انها فيها ايه؟ معناها انها فيها بورز او اخرام عشان تسمح بالبرميابيليتي. البرميابيليتي دي برضو بتساعد على الاكستشينج يا جماعه. تمام، ولكن بسرعه عاليه. فلما اقول لك ساينوسويدز، لما اقول لك اللي هي وايد وإيريجولار وفينستريتد مخرمه، دي هتقول لي ايه؟ ما تقوليش بقى الكابيلاريز، قول لي انها الساينوسويدز. دي بريزنت ان ايه؟ يعني انهي اماكن اللي فيها الساينوسويدز دي؟ هي الليفر والسبلين والبون مارو. الليفر اللي هو الكبد، السبلين اللي هو الطحال، البون مارو اللي هو نخاع العظام. ليه بقى؟ طب هي ليه موجوده في الحتت دي بالذات؟ عشان الحتت دي عايزه تبادل سريع جدا. تمام، الحتت دي عايزه تبادل سريع جدا ما بين الفلويدز والاكسشينج اوف جازز اللي هي المين فانكشن بتاعت الكابيلري، ولكن بشكل سريع، وعايزه هاي بيرميابيليتي اللي هو ايه؟ عايزه التبادل يكون بشكل سريع يعني. طيب، يبقى الساينوسويدز 3. لما اقول لك which blood vessel characterized by اللي هو wide وirregular وفينستريتد او has pores يعني. طيب هتقول لي اللي هي ايه؟ اللي هي الساينوسويدز. طيب الساينوسويدز دي بريزنت ان ايه؟ موجوده فين؟ موجوده في الليفر، موجوده في السبلين، وموجوده في البون مارو. طيب طيب عندنا حاجه اسمها برضو نوع من الكونكشن بين الارتري والفين اللي هي الاي في انستموزيس. بس خلي بالك دي بقى الاي في انستموزيس بيقول لك occurs directly، يعني بتحصل بشكل مباشر between ايه؟ الارتريولز والفينيولز اللي هي الشرايين الصغيره والاورده الصغيره without capillaries. يعني احنا معروف كده الارتريولز والفينيولز غالبا بتتحد بالكابيلاريز او كده، لكن هنا بقى without capillaries. تمام. عندنا حاجه تعريف مهم برضو important definition ساعات بيجي في الام اس كيو، بيقول لك فازا نيرفوزا اللي هي blood vessels that ايه supply nerves، يعني بتغذي. خلي بالك بتغذي الايه؟ النيرفز اللي هي الاعصاب. خلي بالك ان فازا معناها اصلا وعاء دموي، ونيرفوزا خلي بالك نيرفوزا جايه من نيرف اللي هو ايه؟ الاعصاب. فانت يعني حتى لو انت مش عارف المعنى انت تعرف تستنتج المعنى. فازا نيرفوزا يبقى اكيد الوعاء الدموي اللي بيغذي الاعصاب. واضحه يعني blood vessels that supply nerves. طيب بسم الله. عندنا نوعين من السيركيوليشن، في نوع ثالث برضو بس هو مش مكتوب هنا. طيب عندنا هنا pulmonary circulation والسيستميك circulation. طيب بصوا يا جماعه، البلمونري سيركيوليشن انا عايزك دي بس تفهمها، يعني هي قليل لما بتيجي ولكن نفهمها مع بعض برضو. طيب عندنا pulmonary circulation، خلي بالك يعني انت عندك هنا القلب في ايه؟ رايت اتريوم، 4 تشامبرز او 4 غرف. في رايت اتريوم، رايت فنتريكل، ليفت اتريوم، ليفت فنتريكل، صح؟ طيب الرايت اتريوم اللي هو الاذين الايمن، لما اقول لك رايت فنتريكل اللي هو البطين الايمن. فعندنا pulmonary circulation بتبدا من الرايت فنتريكل. الرايت فنتريكل ده بيطلع منه شريان اسمه pulmonary trunk، هو يعتبر شريان او ارتري. ولكن انت هتقول لي دكتور طب ازاي شريان ومتلون باللون الازرق؟ ما خلي بالك ده اكسبشن او استثناء بقى. في بعض الاستثناءات البسيطه جدا كده زي البلمونري ارتري او البلمونري ترانك،
بيكون شريان ومع ذلك بيتلون باللون الازرق، بيكون كده ليه بقى؟ بيكون لونه ازرق كده ليه؟ عشان هو has deoxygenated blood، يعني الدم اللي فيه ما فيهوش اكسجين، صح؟ فعشان كده بيكون باللون الازرق. ده استثناء يا جماعه. لما اقول لك كده في الام اس كيو the only blood vessel، يعني الوعاء الدموي الوحيد، او the only artery مثلا that has deoxygenated blood artery، وفي deoxygenated blood. deoxygenated يعني منزوع الاكسجين، اللي هو ايه الاستثناء بتاعنا؟ لما اقول لك ارتري وفي ديكسجينيتد بلاد يعني بيتلون باللون الازرق، اللي هو بالمونري ارتري. العكس برضو الفين المفروض يكون لونه ازرق. لما اجي اكلمك على البالمونري فينز او الاورده الرئويه، هتلاقي ايه؟ هتلاقي لونها احمر. انت ازاي بقى؟ عشان فيها اوكسجينيتد بلاد. يعني في البالمونري الدنيا بتتعكس. ده الاكسبشن او الاستثناء. طيب عرفنا ان البالمونري سيركيوليشن بتبدا من الرايت فنتريكل، بيكون هنا في بالمونري ترانك او بالمونري ارتري، هيروح يا جماعه لللنج. في اللنج هيحصل له، اللنج فيها اكسجين يعني، فهيحصل له اوكسجينيشن. بدل ما هو دي اوكسجينيتد هيحصل له اوكسجينيشن، هيبقى كده مليان بالاكسجين. وبعدين يروح بقى للليفت اتريوم، هيروح هنا للليفت اتريوم اللي هو هنا عن طريق 4 pulmonary veins. عن طريق ايه 4 pulmonary veins؟ المفروض نشوفها من ورا يعني. طيب والبلمونري فينز مع انها فينز، ولكن احنا قلنا حصل للدم اوكسجينيشن في اللنج، فهيكون باللون ايه؟ الاحمر. طيب فده اكسبشن عندنا. اما عندنا بقى السيستميك سيركيوليشن، عندنا هنا الليفت فنتر بتبدا. يبقى احنا قلنا يا جماعه ان البلمونري سيركيوليشن بتبدا من الرايت فنتريكل. هنبدا بقى السيستميك سيركيوليشن من الليفت فنتريكل. يبقى بالمونري من الرايت فنتريكل، السيستميك من الليفت فنتريكل. الليفت فنتريكل او البطين الايسر بيطلع منه الاورطه، اللي هو اكبر شريان في الجسم. بالمناسبه يا جماعه، عشان في ايه؟ لما اقول لك ايه هو اللارجست ارتري ان ذا بادي او ان هيومن بادي، اللي هو اكبر شريان في الجسم، هتقول لي ايه؟ هتقول لي الشريان الاورطي او الاورطه. تمام. خلي بالك في معلومات كده انا ممكن اقولها لك دلوقتي، لو انت مش عايز تعرفهم برضو عدي الحته دي عادي، ولكن المعلومات دي هتفيدك جدا جدا جدا، لان انا ودكتور حسام اشتركنا في مسابقات كتيره. يعني لما كنا في الكليه اشتركنا في مسابقات كتيره، فلما يحبوا يسالوك اسئله كده، عارف شغل العباقره والكلام ده كله، او حد يختبر معلوماتك العامه، مش هتخرج بره الحاجات دي. لما اقول لك largest artery in the body يعني اكبر شريان في الجسم، هتقول لي الاورطه. لكن لما اقول لك اكبر وريد في الجسم largest vein in human body، هتقول لي ايه؟ الانفيريور فينا كافا، اللي هو الوريد الاجوف السفلي. تمام. برضو بيدخل في الرايت اتريم يعني. طيب اكتبها لك برضو. لما اقول لك largest artery هتقول لي الاورطه. سوري. لما اقول لك largest artery اكبر شريان، هتقول لي الاورطه. لما اقول لك اكبر فين بيسموه كده inferior vena cava. inferior فينا كافا. تمام. دوت اللارجست فين الهيومن بادي، اللي هو الانفيريور فينا كافا. لما اقول لك اكبر عظمه في الجسم، اكبر عظمه اللي هي ايه؟ اللي هي الفيمر، اللي هي عظمه الفخذ. طيب لما اقول لك اصغر عظمه في الجسم smallest bone in human body، هتقول لي ايه؟ هتقول لي هي واحده من الاوسيكلز، اسمها الاوسيكلز دي. عندنا طبقه عندنا الاذن الخارجيه والاذن الوسطى والاذن الداخليه. طيب في الاذن الوسطى دي في حاجه اسمها الاوسيكلز، بيسموها عظيمات. تمام. في حاجه اسمها ستيبس او الركاب. يبقى سمولست بون ان هيومن بودي اسمها ايه؟ ستيبس. عارفين المطرقه والسندان مش عارف والركاب والحاجات دي بالظبط. الستيبس دي هي اصغر عظمه في الجسم. طيب كده عرفنا اكبر شريان في الجسم اللي هو الاورطه، اكبر وريد في الجسم اللي هو الانفيريور فينا كافا او الوريد الاجوف السفلي، اكبر عظمه في الجسم اللي هي عظمه الفيمر او الفخذ، اصغر عظمه في الجسم اللي هي الاستيبس. عندنا اكبر عضله، خد برضو المعلومه دي، اكبر عضله في الجسم اللي هي ايه؟ اسمها جلوتيوس ماكسيمس. تمام. دي في الجلوتس يعني. طيب لما اقول لك اقوى عضله في الجسم هي اسمها المسيتر، دي مسؤوله عن المضغ يعني. طيب فدي معلومات كده ايه اعرفها عشان لو شاركت في مسابقه ولا حاجه. بسم الله نبدأ بقى مع بعض يا دكاترة نحل الكويز أو الاختبار اللي على المحاضرة بتاعتنا. أرجو اللي انتوا تشرفوني كالعادة يا دكاترة بإذن الله. بسم الله نبدأ مع بعض. بيقول لك أول حاجة which blood vessel
carries blood away from the heart. خلي بالك away يعني طالع من القلب. تمام، اللي هو خلي بالك انا قلت لك حرف الاي مع الاي. طيب نشوف الاختيارات، انت المفروض تختار يعني، انا مش هختار حاجه. طيب الارتري. تمام برافو عليكم. which vessel has high peripheral resistance. خلي بالك انا قلتها لك في الامبورتنت نوتس. high peripheral resistance يعني مقاومه كبيره، يبقى ايه؟ السمك بتاعه صغير، اللي هي الارتريولز. طيب بالظبط ارتريول. تمام مش محتاجه يعني. دي بقى ميزه اللي انت تكون فاهم كل كلمه وعارف الام اس كيو هيلعب معاك ازاي. طيب بيقول لك which blood vessel acts as a blood reservoir. تمام زي مخزن كده، اللي هي ايه؟ اللي هي بالظبط الفين. طيب which vessel has ماشي thick wall and high pressure. ما هو طبيعي يعني high pressure ضغط عالي عشان يتحمل الضغط العالي ده، اللي هو يكون فيه thick wall. زي الاورطه مثلا اللي بيضخ الدم من القلب لجميع انسجه الجسم، اللي هو ايه؟ بالظبط الارتري. veins of the lower limb have valves too. طيب هو قال لك السؤال المفروض يعني بيجي اللي هو which blood vessel has valves، اللي هو characterized by عنده valves اللي هي صمامات. عشان ايه؟ عشان يخليه في يخلي الدم يطلع في اتجاه واحد مثلا، وهكذا. بيقول لك have valves to ايه؟ يعني ليه السبب؟ prevent infection، لا مش عشان يمنع عدوى ولا حاجه. store blood، ensure one way flow، increase elasticity. فايه احنا قلنا ليه الفالفز المين فانكشن ensure one way flow عشان يضمن كده. خلي بالك في ساعات في الام سي كيو خصوصا في الجامعه بتاعتك هيقول لك ايه بقى؟ هتلاقي في ساعات كده هتلاقي يعني اجابتين صح، ممكن تلاقي اجابتين صح عادي، او بس بيكون في اجابه اصح او كله متفق عليها واجابه تانية فيها خلاف. ابعد عن اللي فيها خلاف، اختار حاجه واضحه وضوح الشمس. فاهم قصدي؟ طيب ensure one way flow. طيب question number 6 بيقول لك what is the connection between arteries to maintain if one is occluded. طيب عرفنا الطريق البديل. تمام اللي هي ايه؟ الانستموزيس. طيب which artery has anastomosis and if blocked بيحصل infarction. بيقول لك ايه؟ has no anastomosis. سوري بيقول لك which artery has no anastomosis يعني مفيش طريق اللي هو البديل. and if blocked بيحصل infarction اللي هو زي necrosis كده، زي death of tissue يعني خلاص it's said game over كده end. اللي هي ايه؟ عايز بقى الاند ارتري. ايه المثال اللي احنا قلناه على الاند ارتري اللي هو الكلام ده؟ زي ايه؟ اللي لو اتسد يحصل blindness عمى. السنترال ريتينال ارتري. تمام. occlusion of center اهو لسه بنقول فيها يعني occlusion of central retinal artery leads to blindness. ليه؟ عشان هو end artery. طيب question number 9 the smallest arteries are called طيب الشرايين الصغيره اكيد يعني اسمها arterioles والفينز الصغيره اسمها venules. سهله يعني. which vessel is specialized for exchange of gases and nutrients. طيب الاكسشينج دي اصلا مرتبطه بكلمه الكابيلاري او الشعيرات الدمويه. capillaries are absent in قلنا طيب الكابيلاريز مفيش كابيلاريز في 3 اماكن اللي هم الايه؟ 2 بحرف السي وواحده بحرف الاي. الكورنيا والكارتليج والابيديرمس فين فيهم هنا؟ طيب الابيديرمس موجوده اهي. وخلي بالك برضو عشان كده الابيديرمس لما بيحصل فيها في الابيديرمس اللي هي الطبقه العليا من الجلد، خلي بالك لما يحصل خربشه بسيطه كده ما تطلعش دم عشان هي ما وصلتش للكابيلاريز او الاوعيه الدمويه او الشعيرات الدمويه. لكن لما يكون في حاجه خربشه بقى عميقه او كده حاجه عميقه وتوصل للطبقه اللي بعدها اللي هي الديرمس دي لما اقول لك فيها اوعيه دمويه، عشان كده لما تغوط جامد كده بالخربشه او كده توصل، لو وصلت للديرمس اللي هي الطبقه اللي تحت الابيديرمس اللي فيها بلاد فيزل، ساعتها بقى هتطلع دم. لكن الابيديرمس مفيش دم، عشان كده لو خربشت كده لا مش هتطلع دم. طيب which type of vessel is wide. خلي بالك قلت لك السؤال ده مهم. wide وirregular وفينستريتد، الثلاث كلمات دول او الثلاث كلمات مفتاحيه دول اتجمعوا يبقى هو قصده على الايه؟ على الساينوسويدز. بياكد لك كمان بيقول لك present in liver وسبلين والبون مارو. طيب في هنا ساينوسويدز. تمام. طيب يا دكاتره بيقول لك what connects arterioles directly to venules without capillaries. ده عايز direct connection. تمام اللي هي ايه؟ هل هي الكابيلاريز ولا الاند ارتريز ولا السينوسويدز ولا الاي في انستموزيس؟
بالظبط الاي في انستموزس. تمام يا دكاتره. طيب يا دكاتره بيقول لك هنا which veins accompany artery closely. ها اللي بيصاحبوا بعض. ها اللي هي الفينا كوميتنس، هي صحوبيه مصلحه ولكن ايه بيصاحبوا بعض كده. veins accompany artery لما اقول لك كده اللي هي الفينا كوميتنس. طيب الحمد لله يا دكاتره، اتمنى كده نكون عرفنا البلاد فيزلز او الاوعيه الدمويه بسهوله ان شاء الله، وما نغلطش في حاجه باذن الله. شكرا ليكم يا دكاتره، سلام عليكم.